جسده كان في أنقرة، لكن اسمه بقى لعنة في شوارع اسطنبول. مصطفى كمال أتاتورك مات في 10 نوفمبر سنة 1938 عن عمر 57 سنة بعد صراع مع تليف الكبد. لكن السؤال اللي اتحفر في التاريخ، ليه ما حدش اتجرأ يدفنه في مسجد؟ ليه الصلاة عليه ما كانتش صلاة جنازة عادية؟ الروايات كتير. في رواية بتقول رجال الدين رفضوا يصلوا عليه لأنه هدم الإسلام، وفي رواية تانية الدولة عملت صلاة صامتة في القصر الجمهوري بدون أذان ولا دعاء. الدفن فضل جثمانه محطوط في تابوت 15 سنة لحد ما بنوا ليه ضريح خاص باسمه، قبر ضخم بس بعيد عن كل مساجد تركيا. حتى بعد موته الناس معرفتش تحبه ولا تكرهه بالكامل. هل فعلا أنقذ تركيا من الانهيار ولا ذبح هويتها ومسخ تاريخها؟ الإجابة مش عندنا، لكن التاريخ بيقول مفيش إصلاح حقيقي من غير ما يكون القلب مع الروح، مش ضدهم. دي كانت نهاية حكاية مصطفى كمال أتاتورك، بس مش نهاية الكلام. لو شايف إن التاريخ مش دايما أبيض وأسود، شارك الفيديو وسيب رأيك في الكومنتات، لأننا لسه هنحكي كتير عن اللي كتبوا التاريخ بالحبر أو بالدم.